لما تبقى غني وتعمل جريمة، يا ترى مين هيحقق فيها؟ ايه الشقة اللي فيها 20 أوضة نوم دي؟ وليه حكم دار القاهرة بنفسه نزل يدور على القاتل؟ الدبلوماسي الفرنسي عمل ايه علشان يتضرب بسيخ على دماغه؟ وهل فيها حد هيأجر الأوضة دي تاني؟ أهلا بيكم في حكاية جريمة من مصر القديمة. النائب العام كلف كبير الأطباء الشرعيين سيدني سميث بتشريح جثة دبلوماسي فرنسي عثرت عليها الشرطة مقتول في بيته سنة 1920. البيت ده كان غريب جدا ومصمم بشكل غريب، كان عبارة عن سرداب فيه ممر طويل فيه 20 أوضة نوم من الناحيتين، وفي آخر أوضة كانت جثة القتيل على السرير غرقان في دمه. تحريات الشرطة كشفت وقتها ان القتيل كان فلاتي وبيأجر البيت لراغبي المعاشرة الجنسية وبيساعده الخادم بتاعه لإدارة اللقاءات الحرام. الطب الشرعي والشرطة عثروا أثناء عملية جمع الأدلة على بقايا أكل فاخر لشخصين عبارة عن أصناف مرصوصة بشكل أنيق وكاسين شمبانيا واتنين براندي وسجاير غالية لزوم الشغل. الملامح والدلائل دي كانت إشارات قوية لوجود راجل وست في غرفة مجاورة لغرفة القتيل. كانوا بيعملوا إيه؟ بتحريات مكثفة عرفت الشرطة إن الأكل الفاخر جاي من فندق شيبرد لراجل وست معروفين بالاسم. الغريب في الأمر إن العاشقين دول كانوا من عيلتين كبار جدا، وكل واحد فيهم متجوز من أسرة كبيرة، وكمان الست جوزها وزير في الحكومة، ده ليها نفوذ وجاه، مين اللي هيقدر يستدعيها؟ مصر في الوقت ده كانت تحت نظام الامتياز الأجنبي، يعني لازم يتم نظر القضية أمام المحاكم المختلطة. عشان كده القنصل الفرنسي عين طبيب فرنسي للمشاركة في عملية التشريح مع الطبيب الشرعي الرسمي سيدني سميث لشكه طبعا في الأدلة. كان صعب جدا على الشرطة تستدعي حد من العاشقين أو من أسرهم، خاصة إن مفيش حتى الآن دليل أكيد على ارتكابهم للجريمة أو دليل على تورطهم فيها. الجاني ضرب القتيل على دماغه ب7 ضربات بسيخ حديد في مكان واحد، يعني عارف بيعمل إيه، وما كانش فيه أي علامة تدل لا على خناقة ولا مقاومة، ومفيش أي أثر لعنف على دخول الغرفة. اللي زود صعوبة فك اللغز ده تعارض تقرير الطب الشرعي الرسمي سيدني سميث والطبيب الفرنسي حول توقيت الوفاة. الطبيب الشرعي قال ان الجريمة حصلت في عز الظهر، لكن الطبيب الفرنسي ناقض اقواله وقال انها حصلت بالليل، وعزز تقريره بقوله ان في صديق فرنسي شغال في القنصلية الفرنسية شاف القتيل في حفلة امبارح، وان وضع الجثة فات عليه أكتر من 20 ساعة. النائب العام استلم التقرير، وكان ساعتها المستشار توفيق رفعت باشا استلم التقريرين، الطبيب الشرعي المصري والطبيب الفرنسي، وتحريات الضابط الإنجليزي الشاطر جدا توماس راسل حكم دار القاهرة اللي كافح الجريمة في مصر 44 سنة. تحريات الشرطة أنقذت العاشقين اللي حطهم سوء حظهم وجريمة سرقة أوقاتهم للمتعة الحرام في منزل الدبلوماسي الفرنسي القتيل. والشرطة تاني يوم ضبطت القاتل الحقيقي وهو مدير المنزل والخادم الخاص اللي اعترف بارتكاب الجريمة قبل ما يتم استدعاء الحبيبين للتحقيق وتحصل فضيحة كبيرة في البلد. الخادم اعترف وقال انه كان مستاء وحزين من اجباره على إدارة اللقاءات الجنسية بدون أجر، يعني زعلان ما بياخدش فلوس كتير، وانتظر بعد انتهاء القتيل من الغداء ودخل عليه وضربه بسيخ على راسه بعد الظهر. في اعترافات الجاني كان تأكيد على صحة تقرير الطبيب الشرعي الشاطر الرسمي سيدني سميث وتكذيب لرواية موظف القنصلية اللي كان هيضل الشرطة برواية مزيفة. النيابة استبعدت شهادة العاشقين بعد التأكد من براءتهم، واتقفلت القضية قبل ما تتسبب ليهم ولعائلاتهم في فضيحة كبيرة، وظلوا محتفظين بثقة أزواجهم، لكن بالتأكيد امتنعوا عن لقاءات العشق في أوضة جنب مسرح الجريمة أو تابوا بعد إنذار القدر بالفضيحة ورفع الستر عنهم وعن عائلتهم. انتظرونا في حكاية جديدة من حكايات جريمة في مصر القديمة مع فتحي سليمان.